السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ دي المراجعة بتاعت الوحدة التانية اللي نزلت عندكم على الجروب بتاع الواتساب. فقلنا كده نعمل لها فيديو على السريع، بحيث الناس تفهم ايه اللي موجود فيها، تعرف ايه، تلم كده الوحدة على السريع يعني. طيب صلى على النبي. تعالى كده يا باشمهندس نشوف أول حاجة معايا، وهي معادلات الحركة التلاتة. طبعا لو نتذكر المعادلة الأولى، العين كانت بتساوي عين صفر زائد جيم نون، الفه بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، العين النهائية تربيع بتساوي عين ابتدائية تربيع زائد 2 جيم فه. لو أنت حابب تشوف الإثبات بتاعهم قلناه في المراجعة بتاعت الوحدة الأولى. طيب يا باشمهندس، تعالى كده ندخل على قانون نيوتن الأول، وتعالى كده أفرق لك ما بينهم الأول. بص يا باشمهندس، احنا عندنا قوانين، حاجة اسمها قوانين نيوتن في الباب دوت. تمام؟ طيب، قوانين نيوتن دي بتنقسم إلى ثلاثة: واحد، اتنين، تلاتة. القانون الأول دوت بيتكلم عن الاستاتيكا أو حركة الأجسام الساكنة، بس لأ، وكمان الحركة المنتظمة. عارف يعني إيه الحركة المنتظمة؟ تخيل كده هندسة إن أنت ماشي بالعربية، وجنبك عربية تانية ماشية بنفس السرعة، هتحس إن هي ساكنة، بس في الحقيقة هي متحركة. طيب إيه السبب إن أنت شايفها ساكنة؟ إن هي ماشية بسرعة منتظمة. طيب، القانون التاني بيكلمني عن لو انا ماشي بتسارع او ماشي بتناقص، فساعتها القاف بتاعتي بتساوي الكاف في الجيم، السيجما قاف، سواء بقى هو بيتحرك على محور السينات او محور الصادات. تمام. طيب، القانون الثالث بيقولك ان كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. من الاخر كده بيقولك ان قاف دي كده بتساوي سالب قاف، ده كده القوة الأولى، ودي كده القوة التانية. كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ممكن تكتب ده رد فعل، ما عنديش أي مشكلة يعني. طيب يا هندسة، يعني القانون الأول ده بيقول لي إن يظل الجسم في حالة السكون أو الحركة المنتظمة ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجي. احنا عارفين يا هندسة إن الحركة يعني السرعة. طيب يعني إيه كلمة سرعة منتظمة؟ سرعة منتظمة يعني شكلها عامل كده. سرعة منتظمة يعني شكلها عامل كده مع الزمن. طيب لو جيت أقول لك اشتق الدالة اللي قدامي دي، هتقولي مشتقتها دالة صفرية. طيب هو اشتق العين بالنسبة للنون هتديني الجيم، مشتقة العين بالنسبة للنون هتديني الجيم. ده معناها ان العجلة بتاعتي عجلة صفرية مع قانون نيوتن الأول. يعني يا معلم، لو قال لي السرعة بتاعتي سرعة منتظمة، أو السرعة بتاعتي سرعة ثابتة، أو العجلة بتاعتي عجلة صفرية، أو قال لي كلمة أقصى سرعة، ما أقصى سرعة دي معناها إن العجلة بتساوي الصفر. ليه بقى يا هندسة؟ على كده، لو انا عندي منحنى شكله عامل كده، عين مثلا نون، بقول لك فين اقصى سرعه اهي. طيب الميل عندها بيساوي الصفر. تمام، يبقى اقصى سرعه عندها الميل اللي هو الجيم بيساوي الصفر. طيب انقطعت العجله زي ما اقول لك انقطعت اشاره جي بي اس، دي معناها ان هي ما عادش موجوده، يبقى الجيم بتساوي ايه؟ الجيم بتساوي الصفر. طب يا هندسه، لو عندي جسم متحرك على مستوى افقي، الحاله الاولى لما يكون الجسم متحرك على مستوى افقي زي ما انت شايف كده، فوليكن مثلا دي عربيه، فالعربية دي دلوقتي بتتحرك على محور السينات. طيب هل ليها حركة على محور الصادات؟ لا. طيب قال لي ان هي بتتحرك على محور السينات، بتتحرك على محور السينات زي ما اقول لك كده هندسة، انت اهو واحد بيشدك من هنا وواحد بيشدك من هنا، فالقوة اللي هنا قد القوة اللي هنا، فانت ثابت في مكانك. او بمعنى تاني، العربية دي متحركة بسرعة ثابتة يعني العجلة بتاعتها بتساوي الصفر. يبقى ساعتها يا باشمهندس، السيجما قاف في اتجاه السين بتساوي الصفر، والسيجما قاف في اتجاه الصاد برضه بتساوي الصفر، كأنك شغال استاتيكا، يمين بيساوي شمال، فوق بيساوي تحت، خلصنا. يبقى قاف ناقص الميم كاف ر، ده كده بيساوي الصفر، والره دي كده هتساوي ايه؟ هتساوي الكاف ده لما تروح دي هناك بعكس الإشارة. تمام هندسة؟ موضوع سهل خالص. طيب تعالى كده ندخل على المستوى المائل. المستوى المائل ده بيكون مايل على الأفقي بزاوية وليكن اسمها ه، فهي دي هي بالظبط هي دي. تمام. طيب جبناها ازاي؟ ببساطه خالص يا هندسه، لو افترضت ان دي كده سيتا، فسيتا وه مجموعهم 90 درجه، سيتا وه مجموعهم 90 درجه. طيب يا هندسه، المستوى دوت وليكن املس، فمش هيبقى عندك احتكاك، وهنا برضه، لكن طالما هو خشن فهيبقى عندي ميم كاف ر. اتفقنا؟ طيب، اعرف ازاي اتجاه الاحتكاك دوت؟ وليكن ما ادانيش اتجاه الاحتكاك، دايما وابدا الاحتكاك عكس اتجاه الحركه. طيب اعرف ازاي اتجاه الحركة؟ بديهي جدا يا هندسة، لو انا بزقك واحد تاني بيزقك بس انا اقوى منه، فاتجاه الحركة بتاعتك فين؟ ناحيتي عشان انا اقوى. لذلك لو انا عندي هنا مثلا دي سيارة وده كده المحرك بتاعها،
فالمحرك دوت اعلى من قوه الاحتكاك اللي ما بينها وما بين الارض، اعلى من قوه الفراكشن اللي ما بينها وما بين الارض، يبقى ساعتها يتحرك لاعلى. طيب افرض بقى ان الفراكشن كان اعلى، يبقى هي هتنزل لتحت. يبقى دائما وابدا الاحتكاك عكس اتجاه الحركه بتاعتي، واتجاه الحركه بنعرفه مين الاكبر، مين الاكبر. تمام. طيب يا هندسه، افترضنا ان الجسم دوت متحرك بسرعه منتظمه، قانون نيوتن الاول. عجله ثابته، عجله صفريه اسف، قانون نيوتن الاول. تمام. طالما هو قانون نيوتن الاول، السيجما في اتجاه السين بتساوي الصفر، والسيجما القاف في اتجاه الصاد بتساوي الصفر. طيب ايه السين والصاد؟ ببساطه خالص يا هندسه، انا جيت افترضت ان ده كده محور السينات وده كده محور الصادات. طيب ليه ما عملتهاش عادي محور السينات اللي احنا عارفينه كده ومحور الصادات اللي احنا عارفينه كده؟ لان ببساطه خالص الموضوع هيبقى صعب، الموضوع هيبقى صعب. فقال لك خلاص احنا هنعتبر ان ده كده زي المستوى الافقي بالظبط، وهنعمل هنا كده محور صادات ومحور سينات بس. عشان ايه؟ تسهيلا للحل، وصح مش غلط. ان شاء الله لما تدخل كلية هندسة او تدخل اي حاجة بتدرس علم الميكانيكا والديناميكا، هتاخد حاجة اسمها التانجنت والحركة على المنحنى. حركة على المنحنى يعني انت ما زلت بتاخد الحركة على مستوى خط مستقيم، يعني الحركة على مستوى مايل، الحركة في مستوى افقي، بس دائما انت شغال في الحركة في خط مستقيم، ما عليتش عن الموضوع دوت. ان شاء الله هتاخده في الجامعات بعد كده، الحركة على المنحنى. تمام. ولعلمك الحركة على المنحنى موجودة في منهجك بس في حتة بسيطة جدا اللي هي بتاعة الطاقة، شغل الطاقة بس. طيب يا هندسة، يبقى السيجما قاف في اتجاه السين، تعالى كده نجيبه. وليكن الجسم ده بيتحرك إلى أعلى، اتجاه الحركة بتاعه إلى أعلى، يبقى إذا القاف ناقص الميم كاف ر ناقص الواو جه ه ده كده بيساوي الصفر. وهكذا برضو في اتجاه الصاد، ودائما وأبدا الجسم مش بيتحرك في اتجاه الصاد، فدائما وأبدا يا هندسة، دائما وأبدا السيجما قاف في اتجاه الصاد بتساوي الصفر. تمام. حتى لو الجسم دوت قانون نيوتن الثاني، يعني ايه؟ يعني متحرك بعجله. تمام يا هندسه. طيب دخلنا بعد كده على فكره بتاعه طائره الهليكوبتر. طائره الهليكوبتر هي عباره عن طياره زي اي طياره في الدنيا. فبدايه كده هندسه، الطياره دي بيبقى ليها محرك. طب المحرك بتاعها ده اتجاهه الاعلى ولا اتجاهه الاسفل؟ دائما وابدا اتجاه المحرك بتاعها الاعلى. ازاي الكلام دوت؟ يعني حتى وهي هابطه المحرك الاعلى، لان ببساطه خالص هي ليها وزن. طيب هو الوزن دايما وابدا الوزن الى اسفل، يعني كده هندسه دايما وابدا لو هي متحركه الى اعلى او متحركه الى اسفل، قوه المحرك بتبقى لفوق والوزن بتاعها بيبقى لاسفل. بس الفكره بقى في ايه هندسه؟ الفكره في ان انا بقارن ما بين الاتنين دول. لو انا خليت قوه المحرك اعلى من الوزن واعلى من المقاومه، سامع الحته دي؟ واعلى من المقاومه بتاعه الهواء، ساعتها ايه؟ ساعتها الجسم يتحرك الى اعلى. طيب يا هندسه، تخيل معايا ان برضو قاف لاعلى وده كده الوزن، بس انا خليت القاف دي تبقى اقل من الوزن. القاف قوه المحرك تبقى اقل من الوزن، يعني الوزن علا عليها، ساعتها الجسم هيتحرك الى اسفل وهتبقى المقاومه بتاعتي الى ايه؟ الى فوق. اتفقنا؟ يبقى دايما القوه لفوق، قوه المحرك دايما لفوق، المقاومه بتبقى الى معذره الوزن بيبقى الى اسفل، والمقاومه عكس اتجاه الحركه. لو انا بتحرك لاعلى المقاومه لاسفل، لو انا بتحرك لاسفل المقاومه الى اعلى. اتفقنا؟ العين دي بتشير الى اتجاه الحركه. والحالات اللي انا شرحتها فوق يا باشمهندسين، المستوى الافقي، المستوى المايل، لو انت بتتحرك في مستوى رأسي اللي هو بتاع الطائرة، يعني احنا اخدنا الافقي واخدنا الرأسي واخدنا المايل. تمام. ودول مقررين عليك يعني. الكلام دوت نفسه بالظبط هتطبقه على قانون نيوتن التاني. بس الفكرة انك بدل ما تقول ان الكلام دوت بيساوي الصفر، لا انت تقول ان هو بيساوي الكف الجيم. بدل ما هو بيساوي الصفر، لا هيساوي الكف الجيم. ايه السبب؟ ان هو بيتحرك بعجلة. هو هنا المفروض ان انا اكتب الكف جيم، ولكن عشان الجيم بتساوي الصفر فبنقول على طول الطرف ده بيساوي الصفر. تمام. طيب يعني على حسب حالة الحركة انت بتستخدم القانون المناسب بتاعك. طيب يا هندسة، انا عندي القوة دي اكيد ليها وحدة فيزيائية، فقال لك ان القوة دي تقاس بالنيوتن. القوة تقاس بالنيوتن. تمام. طيب في وحدة تانية أقل، إيه هي؟ الداين. طيب النيوتن برضو احنا عايزين نعرف، يعني احنا عارفين ان القاف دي كده بتساوي الكف في الجيم، اللي هي الاف بتساوي الام في الايه. فاحنا عارفين دلوقتي ان القوة ان الكتلة عندي بالكيلو جرام، صح؟ طيب والعجلة متر لكل ثانية تربيع. دي كده الوحدات اللي هي الايه، بيقول لك الانترناشونال او الدولية يعني. فالكلام دوت بيساوي النيوتن. طيب في عندي وحدة تانية اسمها الداين. الداين دي قال لك الأصغر بقى، والحاجات دي بتستخدمها إنجلترا
وامريكا تمام. طيب قال لك دي بنستخدم الكتله بالجرام والعجله بتكون بالسنتيمتر لكل ثانيه تربيع. طيب لو انا جيت اسالك ايه التحويله من دي لدي، هتقول لي من كيلو جرام الى جرام، فبالتالي انت ضربت في 1000 من متر الى سنتيمتر، فانت ضربت في 10 اس 2. يعني عشان تحول من نيوتن لدايم من الاخر كده انت محتاج انك تضرب في 10 اس 5. تمام، او خليها 10 اس 5. اتفقنا؟ طيب. طيب يا هندسه، تعالى بقى ندخل على قانون نيوتن الثاني، نفس اللي انا قلته في قانون نيوتن الاول، ولكن الفكره ان انا هنا هندسه متحرك بعجله ثابته. طب ممكن العجله دي تكون متغيره؟ ممكن تكون متغيره، هقول حالتها كمان شويه. طيب ايه تعريف قانون نيوتن الثاني؟ هو معدل تغير كميه حركه جسم بالنسبه للزمن. طب انت هتسالني سؤال يا هندسه، ايه هي كميه الحركه دي اصلا؟ كميه الحركه دي هندسه انت اخدتها في الاولى ثانوي، كانت بي ال بتساوي الام في الفي. عندك هنا بقى الميم دي كده هتساوي ايه؟ الميم دي كده هتساوي الكاف في العين. طيب يعني ايه كمية التحرك؟ كمية تحرك جسم هندسة هي عبارة عن الكتلة في حاصل ضرب السرعة بتاعة الجسم دوت. كمية تحرك أي جسم هي عبارة عن الكتلة في حاصل ضرب السرعة بتاعته. طيب لو أنا جيت أشتق كمية الحركة دي بالنسبة للزمن، يعني هنجيب د م على الد ن، فأنا محتاج هنا برضو أجيب إيه؟ أجيب الدال على الد ن للطرف التاني دوت. قال لك ان د م على الد ن، د م على الد ن ده كده هتديني يا هندسه حاجه اسمها الكاف في الجيم. الكاف في الجيم دي اللي هيطلع كمان شويه اسمها القاف. دي كده هتساوي الكاف ده كده ثابت هيطلع بره الاشتقاق بتاعي. طيب والدال على الد ن للعين هتديني الجيم، فبالتالي اداني ان القاف بتساوي الكاف في الجيم يا هندسه. وده كده القانون بتاع القوه. يبقى اذا انا استنتجت ان القوه هي عباره عن معدل تغير كميه الحركه بالنسبه للزمن. يعني هي عباره عن د كاف عين على الدال ن. ببساطه خالص الكاف ده ثابت يخرج بره الدال عين على الدال ن اللي هي عباره عن الجيم. يبقى اذا القوه بتساوي الكاف في الجيم. ولو جه قال لك عرف لي قانون نيوتن الثاني، هو معدل تغير كميه الحركه بالنسبه للزمن. طيب يا هندسه، تعالى كده نشوف لو التطبيقات بقى بتاعت كميه الحركه. لو عندي جسم، فالجسم دوت طلب مني التغير في كميه الحركه اللي هي الدلتا ميم. بس الجسم ده والله انا وليكن مثلا، والحاجات دي موجوده عندك في الدفع، موجوده عندك في الدفع في الدرس اللي هو بتاع الدفع اللي هو الوحده اللي بعديها يعني. وليكن مثلا يا هندسه انا عندي جسم حصل له ارتداد، فالجسم دوت ارتد دي يعني غير اتجاه حركته. طيب احنا عارفين ان السرعه سرعه متجهه، يعني وليكن مثلا انا عندي جسم هنا، فالجسم ده دفع وما زال هنا في نفس الاتجاه عند لحظة معينة، فضل حتى يعني حتى اللحظة دي في نفس الاتجاه، مستمر في نفس الاتجاه. طب ما احنا عارفين ان السرعة متجهة، يعني السرعة هنا فضلت في نفس الاتجاه. طب تخيل بقى ان جسم تاني انا دفعته بس عكس اتجاهه. عكس اتجاهه دي معناها يا هندسة، دي معناها ان السرعة بتاعته غيرت اتجاهها، لان انا عارف ان السرعة كمية متجهة. تمام. قال لك في الحالة الاولى كمية الحركة اللي هي الدلتا ميم دي كده هتساوي الكاف في عين 2 ناقص عين 1. تمام، لان احنا عارفين ان معدل تغير اي حاجه هو الحاله الابتدائيه ناقص الحاله النهائيه. طيب لو انا عايز دلتا ميم بس في الحاله الثانيه، قال لك ده هتبقى عباره عن كاف في عين 2 ناقص سالب عين 1. طيب سالب في سالب بموجب، ايه السبب؟ لو الجسم ارتد اجمع السرعات، لو الجسم في نفس الاتجاه خد فرق السرعات. طبعا الحاجات دي انت حافظها في الدفع، والجزء ده ان شاء الله يتشرح بتفاصيل اكتر في درس الدفع ان شاء الله، لانه الاسئله بتاعته ما بتجيش الا في الوحده اللي هي بتاعه الطاقه والدفع والتصادم والحاجات دي، لكن في نيوتن الثاني ما بيجيش قد كده. طبعا ده نفس الحوار بالظبط، ان انا لو عندي جسم متحرك على مستوى افقي، فبالتالي انت هتقول سيجما ق في السين دي كده هتساوي الكاف في الجيم، انما السيجما ق في الصاد بتساوي الصفر. ايه السبب يا هندسه؟ ان هو متحرك على محور السينات، انما محور الصادات هو مش متحرك عليه. اتفقنا؟ يبقى الراء بتساوي الكاف في الدال، ما تنساش الدال هندسه. تمام. وهنا القاف ناقص الميم كاف ر ده كده بيساوي الكاف في الجيم، وهكذا برضو على المستوى المايل هتطبق نفس الحاجات اللي طبقناها برضو على المستوى المايل او المستوى الرأسي. ندخل بقى على الافكار الحلوه. دلوقتي هندسه احنا متفقين ان العجله بتاعتي عجله ثابته، يعني لو قال لي ان الجسم بيتحرك بعجله منتظمه، او قال لي ان الجسم هو عجله منتظمه، او قال لي ان الجسم بيتحرك بعجله ثابته، يعني شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده، ادي الجيم نون شكلها عامل كده. تمام. فساعتها هندسه، ساعتها انت بتستخدم قانون نيوتن الثاني. طيب على اساس ايه؟
على اساس ان انا عارف ان القاف هي عباره عن الكاف في الجيم. الكاف دايما ثابته والجيم هتبقى ثابته، يعني قاف ثابته. طب تخيل بقى ان القاف دي متغيره، بمعنى ان انا عندي قوه محرك، فالمحرك دوت انا عارف ان القوه ممكن تتغير على حسب البنزين بتاعي. لو انا زودت بنزين قوه المحرك هتعلى. تمام. فقال لك ان ممكن القاف دي تبقى داله في النون، وممكن تبقى داله في السين، وممكن تبقى داله في العين. واجي اطلب انا منك حاجه تانية. يعني احنا كده دخلنا في الوحده الاولى، ودي افكار مهمه جدا جدا جدا. طيب يا هندسه، لو انا مديلك القوه داله في النون، اتعامل معاها ازاي؟ طب ما احنا عارفين ان القوه عباره عن الكاف في الجيم. دايما خرج الكاف بره الاشتقاق او بره التكامل، اي ثابت في الدنيا خرجه بره التكامل او الاشتقاق. تمام. يبقى الثابت ده هيخرج بره، والجيم هي عباره عن دال عين على الدال نون، ظهرت معايا الدال نون. طيب تعالى كده نكمل القاف بالنسبه للدال نون، هتديني الميم اللي لسه واخدين عكس الموضوع ده من شويه. ازاي واخدين عكس الموضوع؟ قلت لك ان القاف هي عباره عن الدال ميم على الدال نون. طيب ودي الدال نون هناك وكامل. وصلت يا هندسه؟ تمام. لو عندي القاف داله في السين، لو القاف داله في السين فانا عارف ان الكاف ده ثابت هيخرج بره. طب ازاي نحول الجيم الى السين؟ انا عارف ان هي عين في الدال عين على الدال سين. خلصت. وافصل متغيرات واشتغل. طيب يا هندسه، لو القاف داله في العين، القاف داله في العين، طب ما هي هتبقى كاف. اسمعني كده، هتبقى كاف في الجيم. طب ازاي نوصل الجيم دي الى العين؟ نوصل الجيم الى العين، عارف احنا ممكن نوصلها بطريقتين. اما انك تقول ان الجيم عباره عن دال عين على الدال نون، وكده انا وصلتها للعين. او ان انا ارجع للموضوع بتاعي الاساسي، اللي انا جبت تكامل القاف بالنسبه للدال نون، وده هيديني الكاف في العين. ولعلمك دي هي دي، دي هي دي، نفس الحكايه بالظبط. الفكره انك هتودي دال نون هناك، تبقى تكامل القاف بالنسبه للنون هيساوي الكاف في الايه؟ هيساوي الكاف في العين. عموما هو اهم حاجه انك تكون فاهم، مش اكتر ولا اقل. طيب يا هندسه، لو انا عندي جسم، فالجسم دوت غاص، والكلام ده هتلاقيه في الوحدات الجايه اكتر. طبيعي جدا طبيعي جدا ان الجسم دوت لو مثلا عندي رصاصه، فالرصاصه دي دخلت في حاجز مثلا، فاكيد هتقف. طب ايه السبب ان هي وقفت؟ السبب ان هي وقفت ان في مقاومه للحاجز دوت، او في مقاومه للرمل او الميه او الوسط دوت. طيب انا عارف ان الحاجه دي مثلا لو هي نازله راسيه فهي نازله بالكاف د، ولو هي ماشيه افقيه فهي ماشيه بالكاف ج. ماشي. اتعود كده في حياتك دايما دايما، لو انا جسم متحرك راسي يبقى كاف د. طيب لو جسم متحرك افقي يبقى كاف ج. خدها قواعد ثابته في الديناميكا. تمام. طيب يبقى اذا هندسه، الكاف د دي بتاثر راسيا الى اسفل، لان عارفين ان الوزن يؤثر راسيا الى اسفل. طيب الجسم ده طول ما هو نازل في مقاومه بتقابله في عكس الاتجاه بتاع الحركه. يبقى اذا انا عندي هنا كاف د ناقص الميم، ده كده هيساوي ايه؟ ده كده هيساوي الكاف في الجيم. طب تخيل ان هو بيقول لي ماشي بسرعه منتظمه، يبقى الكلام ده بيساوي الصفر، الكاف د بيساوي الميم. وكده كمل الحل بتاعك على كده يعني. انا عايزك تخلي بالك من حته مهمه جدا، وهي التحويلات. لو طلبت منك مثلا القوه وبقول لك هاتها لي بالثقل كيلو جرام، طب ما احنا عارفين ان القوه بتطلع بالنيوتن، نجيبها ازاي بالثقل كيلو جرام؟ قال لك اقسم على 9.8. طيب لو القوه مثلا طالع معاها هندسه بالداين وعايزها بالجرام، طيب نجيبها ازاي؟ ولعلمك اسمه جرام مش جرام، يعني مش بتفزلك، لا هو نطقه كده. فساعتها هندسه بتقسم على 980. طبعا التحويلات دي حاجات ايه، عبيطه اساسيه يعني. طب هندسه، تعالى بقى ناخد قانون نيوتن الثالث ونشوف بيتكلم عن ايه. والله واحنا لسه قايلين قانون نيوتن الاول كان بيقول لي ان الجسم بيظل في حاله السكون او سرعه منتظمه ما لم ياثر عليه مؤثر خارجي، او هياثر عليه مؤثر خارجي يا معلم بس هيتحرك بسرعه منتظمه. جينا لقانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثاني قال لي والله هات كميه الحركه اشتقاها بالنسبه للزمن. انت كده ايه جبتني، والقاف بتساوي الكاف في الجيم، حاجه كده ايه مشهوره ومعروفه عند الكل. جينا بقى لنيوتن الثالث، فقال لي بص، انا بقول لك ان كل فعل ليه رد فعل. لو انا ضربت مثلا العصايه في الديسك، فبالتالي الديسك هيديني رد فعل. لو انا مثلا، بص، اي فعل في الدنيا، اي تفاعل كيميائي في الدنيا، اي فعل ليه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. لو انت بتخبط الكوره في الحيطه فهي هترجع لك تاني. ايه السبب؟ ان الحيطه بتؤدي الى رد فعل، رد الفعل ده على حسب القوه اللي انت مؤثر بيها. تخيل مثلا ان انا بضربها بقوه عاليه، هيديني رد فعل اعلى، صح؟ ليه؟ ده على حسب الوسط بتاعك طبعا.
يعني ممكن مثلا على سبيل المثال اقول لك نطاطه، فالنطاطه انت بتدي لها فعل فتديك رد فعل عالي، على عكس مثلا الارض، مش حوارنا. ولكن لازم تكون عارف ان كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. وده اساس الموضوع، ان انا لو عندي مثلا مستوى املس عليه وزن، يعني انا دلوقتي قاعد على الكرسي فبالتالي ليا وزن، فبالتالي في رد فعل من الارض عليا. والموضوع ده شائع جدا في المصاعد. المصاعد يا باشمهندسين اللي هي الاسانسير، يعني الاسانسير دلوقتي لو انت واقف فيه، فبالتالي يا هندسه انت ليك رد فعل، انت ليك رد فعل، ما هو وزنك دوت بيؤدي الى وجود رد فعل. تمام، وليكن انت كاف واحد، فبالتالي انت واقف في هنا كاف واحد دال، طيب بيقابلها في العكس الره، تمام، وليكن ره واحد، تمام. طيب ما هو طول ما الجسم بتاعي ساكن، طول ما انا قاعد في مكاني مش بتحرك، اسمعني كده في الحته دي، طول ما الكاف واحد دال بتساوي الر، تمام. طيب تخيل بقى ان الشكل اللي انت شايفه ده كله على بعضه كده، جبنا المستوى ده على بعضه وركبناه في اسانسير وخليناه يتحرك. تخيل كده بقى ان انت بتتحرك لفوق، هل وزنك يا هندسه هيفضل زي ما هو؟ اه والله انا مش هزيد، يعني اللي هو انت بتقول ايه صباح الفل، اه انت فعلا وزنك مش هيزيد، بس حقيقه لو انا جبت ميزان هلاقي وزنك زياده. يعني عندي حاجه اسمها وزن ظاهري ووزن حقيقي. وزن حقيقي ده احنا متفقين ان هو ثابت، لكن الوزن الظاهري وانت طالع تخيل كده هندسه انك انت في الجيم، فبترفع البنش، عارف جهاز البنش؟ اه، وانت بترفع لفوق مش بتحسه تقيل؟ على عكس مثلا لو انت رايح على الترومبه بتحسها اسهل شويه. ايه السبب بقى يا هندسه؟ السبب ان وانت بترفع البنش فانت بترفع عكس الجاذبيه الارضيه، عكس الجاذبيه الارضيه. يعني حقيقه الوزن الظاهري اعلى من الوزن الحقيقي. ليه؟ لان انت بتاخد عجله الجاذبيه معاك، بتاخد عجله الجاذبيه معاك، تمام. طيب ما هو في الحالة التانية برضو أنا باخد عجلة الجاذبية معايا، بس لو تلاحظ إن أنت ماشي مع عجلة الجاذبية، ماشي في اتجاه عجلة الجاذبية، يعني الترومبة أنت نازل لتحت فماشي مع عجلة الجاذبية الأرضية، فبالتالي هتلاقي إن الوزن الظاهري أقل من الوزن الحقيقي. أنا بس بوصل لك المعلومة كده، تمام؟ طيب يعني أول حالة عندي هندسة لو المصعد بتاعي ساكن، لو المصعد بتاعي ساكن فبالتالي الشد في حبل الاسانسير دوت هو عباره عن الكتل اللي هي كتله البني ادم اللي جوه، زي كتله الاسانسير، او الكاف داش في الايه، في الدال اللي هي عجله الجاذبيه، تمام. طيب الهندسه بقى لو المصعد بتاعي دوت صاعد بعجله ثابته او بعجله منتظمه، لو المصعد بتاعي صاعد بعجله ثابته او عجله منتظمه، يعني معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن ثابت، لان انت عارف طبعا الاسانسير بيبقى هادي وهو طالع يعني، بس في الاخر كده بتلاقيه ايه، بيمشي بعجله تقصيريه عشان يقف. لكن لو انت طالع مثلا من الدور الاول للدور الخامس فهو تلاقيه ماشي بسرعه ثابته، سرعته بالنسبه للزمن هي سرعه ثابته، ان هي تتغير السرعه في الاخر علشان ايه؟ عشان الجسم ده يثبت. طيب اللي عايزك تعرفه بقى ان لو الجسم دوت صاعد بعجله ثابته فساعتها بناخد العجله في اعتبارنا، فنقول ان الشد هو عباره عن الكاف داش اللي هي كاف واحد زائد كاف اتنين في الدال زائد الجيم، الدال زائد الجيم، تمام يا هندسه، زائد الجيم. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الشد هيبقى اعلى من الوزن الحقيقي، ده معناه ان الوزن الظاهري هيبقى اعلى من الوزن الحقيقي. الوزن الظاهري ده اللي هو الشد، والوزن الحقيقي ده اللي هو الكاف داش. تخيل ان الكاف داش دي هي المفروض كاف داش في الدال، فانت زودت عليها الجيم، فساعتها الطرف ده هيبقى اعلى من الطرف التاني. طيب يا هندسه لو المصعد بقى كان هابط بعجله ثابته، لو كان هابط بعجله ثابته، لو انت ماسك جهاز الترومبه وبتنزل لتحت، فبالتالي هتحس ان الجهاز خفيف. في الحقيقه الجهاز ده تقيل، يعني الجهاز ده لو جيت تحطه على ميزان هتلاقي الوزن الظاهري، هتلاقي الوزن الظاهري اللي انت شايفه اقل بكتير من الوزن الحقيقي، فبالتالي الوزن الظاهري اللي هو الشد بتاعي اقل من الوزن الحقيقي. ايه السبب؟ انك بتنقص العجله، انت ماشي في نفس اتجاه الجاذبيه، فبالتالي بتنقص العجله هندسه. طيب ايه السبب؟ ان ده كده متجه وده كده متجه، لو المتجهين مع نفس مع بعض في نفس الاتجاه فبالتالي بتطرح. طيب لو هم عكس بعض في الاتجاه بتجمع، زي بالظبط فكره السرعه النسبيه ما بين سيارتين ماشيين في نفس الاتجاه وسيارتين عكس بعض. طيب يا هندسه لو الجسم بقى كان صاعد بعجله تناقصيه، يعني ايه كان صاعد بعجله تناقصيه؟ عجله تناقصيه يعني معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن سالب، تمام. طيب صاعد بعجله تناقصيه يعني من الاخر كده، خلينا نتفق كده على حاجه، ان كلمه صاعد يعني حركه، تمام. كلمه صاعد يعني حركه، ماشي.
ماشي، فالحركه دي يعني عين، فصاعد يبقى العين موجبه. طيب وليكن مثلا الجيم دي سرعه ثابته، فالسرعه الثابته دي سرعه موجبه، عجله ثابته معذره، فالعجله الثابته دي عجله موجبه. طيب لو انا قلت لك هات لي نوع الحركه، هتقول لي نوع الحركه حاصل ضرب العين في الجيم. طيب حاصل ضرب العين في الجيم موجب، يبقى الحركه بتاعتي حركه تزايديه. تمام. طيب حركه تزايديه دي معناها ايه؟ حركه تزايديه دي معناها هندسه الكاف داش في الكاف زائد الجيم. تمام، الكاف داش في الدال زائد الجيم. طيب هندسه، لو انا بقول لك بقى ان الجسم ده اتجاه حركته الى اعلى، ولكن ماشي بعجله تناقصيه او عجله سالبه، فبالتالي العجله بتاعتي تبقى عجله سالبه. طيب حاصل ضرب العين في الجيم سالب. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان القانون بتاعي الشد يعني هيساوي الكاف داش في الدال ناقص الجيم، رغم ان هو طالع لفوق بس العجله بتاعته عجله تناقصيه. اتفقنا؟ طيب تخيل بقى ان الجسم بتاعي ده هندسه نازل لتحت، يعني السرعه بتاعتي سالبه، وفي نفس الوقت هندسه العجله بتاعته عجله تناقصيه، يعني العجله بتاعته عجله سالبه. حاصل ضرب الاثنين في بعض، سالب في سالب بموجب. طيب يعني ده حركته حركه تزايديه. اتفقنا؟ الحركه بتاعته حركه تزايديه، يعني الشد هيساوي ايه؟ يعني الشد هيساوي كاف داش في الدال زائد الجيم. عايز بقى تحفظهم يا هندسه، لو الجسم ده متحرك لاسفل بتقصير اجمع. طيب لو الجسم ده متحرك الى اعلى بتزايد، او العجله يعني عجله منتظمه، اجمع. غير كده اطرح. تمام؟ عايز تفهمها زي ما انا شرحتها كان بها، مش عايز تفهمها براحتك. اخر حته هندسه، وان شاء الله البكرات ناخدها في الحلقه الجايه، تريكات في الحل. دلوقتي هندسه لو انت عندك مستوى، وليكن المستوى دوت مايل بس مستوى خشن، تمام، والجسم ده متحرك بعجله. يعني ايه الجسم ده متحرك بعجله؟ يعني قانون نيوتن الثاني من الاخر كده. طيب يا هندسه، احنا عارفين دائما وابدا ان السيجما ق في اتجاه الصاد بتساوي الصفر. طيب ده معناه يا هندسه، ده معناه ان الر بتساوي الواو جت اهي. طبعا احنا عارفين هنا واو جه اهي، هنا واو جت اهي، عشان اله اهي اللي جنب الزاويه مطرح ما تنام اضرب في جيب التمام. طيب وليكن هنا اداني قاف افقيه، قاف افقيه يبقى محتاجه ان هي تتحلل مع المحاور بتاعتي اللي هي السين والصاد. هنحللها هنا هندسه مع اله تبقى جتا، طبعا هي دي بتساوي هي دي بالتناظر. تمام، حرف الاف. طيب يا هندسه، وهنحللها هنا كده تبقى واو تبقى قاف جه. طيب اذا رد الفعل بيساوي الواو جت اهي زائد القاف جه. طيب بالنسبه بقى للحركه في محور السينات، الحركه في محور السينات ما ينفعش اقول السيجما ق س بتساوي الصفر، لا دي بتساوي الكاف في الجيم. ليه؟ لان الجسم ده متحرك بعجله. طب لو الجسم ده كانت عجلته بتساوي صفر، كنت هقول ان السيجما ق س بتساوي الصفر واشتغل نيوتن الاول. ماشي يا هندسه، اتجاه الحركه بتاعي لفوق الى خط اكبر ميل للمستوى، يبقى القاف جت اهي ناقص الميم كاف ر طبعا لسه جايبينها من شويه، ناقص الواو جه اهي، الكلام ده كله بيساوي كاف في الجيم يا هندسه. وما تنساش الكاف في الجيم. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. خد اخر النصيحه، لازم تفهم يا هندسه ان لو الجسم بتاعي كان على وشك الحركه، يبقى انا شغال استاتيكا، يبقى انا شغال قانون نيوتن الاول. قانون نيوتن الاول بيعتمد على فكره الاستاتيكا، ان لو الجسم دوت ما زال على وشك الحركه يعني الجسم ده لم يتحرك بعد. تمام؟ طيب عشان تكون عارف يا هندسه ان الح س اللي احنا اخدناها في الاستاتيكا اعلى من الح ك، وليكن مثلا الح س بيديها لك عاده مثلا ب4/10، تلاقي الح ك ب2/10، او دايما وابدا بتلاقي الح س اعلى من الح ك. ده معناه ان الميم س هتبقى اعلى من الميم ك. طب ايه السبب؟ بسيطه خالص، وانا قاعد في مكاني احتكاكي اعلى من وانا ماشي. خلصت يا هندسه، واعرفها بقى لانها معلومه مهمه جدا وبتيجي عليها اسئله في الاستاتيكا اكتر من الديناميكا.